السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة أمنية المعلوميات، أبناء طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية. فيديو النهاردة عايزكم بسرعة كده تجهزوا الكشكول بتاعكم والقلم، لأن النهاردة هراجع معاكم بمشيئة الله 28 سؤال اختياري على حسب أسئلة الامتحان الاسترشادية تبع الوزارة للامتحان اللي هو الاختيار من المتعدد اللي هو مالتي تشويس. الأسئلة دي إن شاء الله متوقعة، ودي تعتبر سلسلة مراجعات، تعتبر جزء أول. لو لقيت فيه تفاعل إن شاء الله على الفيديو وطلبتوا الجزء الثاني هننزل تاني نكمل حوالي 60 سؤال مالتي تشويس. فياريت تشوف الفيديو وشاهده للنهاية، ولو عجبك اديني لايك، اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل إشعار جديد. يلا كده بسرعة نحضر الكشكول والقلم وتراجع معايا إن شاء الله. ورجعت لكم تاني. يلا كده اكيد جاهزين صح؟ يلا كشكولك وقلمك ومعايا. هنشوف مع بعضنا الاسئله، هي عباره كلها عن اسئله اختياري، ده على حسب بناء على حسب تعليمات الوزاره. choose the correct answer from A, B, C or D. عندنا في فيديو النهارده 28 سؤال، انا هناقشهم معاكم ونقراهم ونشوف الاجابات الصحيحه ليهم. السؤال الاول، when is شم النسيم نقط in Egypt. طبعا اول ما هنقرا السؤال ده عنا هتروح على طول على از، واز بيجي بعدها الفعل زي الان جي. بس خلي بالك من حاجه مهمه جدا، مش كل حاجه يبقى مضارع مستمر. طب هو شم النسيم هو اللي بيحتفل ولا احنا بنحتفل بيه؟ يحتفل به، يبقى الجمله دي باسف على طول. في الباسف ام از ار زائد البي بي، يبقى هنختار سيلبريتد اللي هو الاختيار الاول. الجمله الثانيه this book has نقط pages than that book. خلي بالك برضو الجملة دي فيها مقارنة comparison، والمقارنة هنا طالما فيه زان شوف اللي قبلها ايه. اللي قبلها دي countable ولا uncountable؟ البيجز الصفحات، يبقى دي countable يعد، يبقى انا هستبعد ليتل وليس وليست، يبقى على طول الاجابة هتبقى fewer. الجملة الثالثة people often drink، الناس غالبا ما بيشربوا الماء water in hot weather than when it is cold، بيشربوا مية في الجو السخن اكتر لما يكون منه والجو بارد. يبقى هنا في الووتر برضه ادي كلمه زان موجوده شايفينها بعد ويذر. انا هعمل مقارنه، بس المقارنه تخص ووتر. الماء انكاونتبل، اسماء لا تعد. فلما لا تعد يبقى خلي بالك دي مقارنه، يبقى هستبعد مين؟ هستبعد موست خلاص، وهستبعد ليست. يبقى انا عندي ليس ومور. طب بنشرب اكتر ولا اقل؟ بنشرب اكتر مع الجو السخن، يبقى مور الاجابه الصحيحه، مور ووتر. الجملة الرابعة it is not too hot on the beach، الجو مش ساخن على الشاطئ because there is a nice، لأن بيوجد ايه على الشاطئ؟ نسيم رائع، نسيم حلو. يبقى بريز، وعدت علينا في المفردات بتاعت الفصل الدراسي الأول وركز عليها بريز اللي هو نسيم رائع، الإجابة الأولى. the restaurant in the guidebook was a very good، a very good ايه؟ الريستورانت recommendation الإجابة الصح اللي هي رقم دي. I don't know how to get your house، أنا ما بعرفش أوصل لمنزلك. Can you give me يبقى directions، اديني اتجاهات عشان أعرف أوصل بيها. الإجابة نمبر بي. It is cold and windy، it is cold and windy، جو بارد وعاصف today النهاردة. when you go outside، لما تيجي تخرج بره you got a coat، هنا عايزين نصيحة. لما الجو بارد وعاصف لما تيجي تخرج بره يبقى عايز حد ينصحك. النصيحة should wear، ينبغي أن ترتدي. الجملة الثامنة بدأ بنقط students in our school have visited England، have visited England. و students دي countable nouns، أسماء تعد. طالما تعد خلي بالك معايا عفوا نحلها باسهل طريقه. students مضاف لها اس يبقى countable nouns، يبقى على طول استبعد ليتل وليس وذا ليست، ما عنديش غير فيو هي الاجابه الصح. فيو هي ايه الاجابه الصحيحه. هندخل على السؤال التاسع. جاهز معايا انت بالورقه والقلم ولا لا؟ يا عم اجهز كده الله يرضى عليك عشان ربنا ياخد بيدكم ان شاء الله، ويكون الاسئله ديت اسئله متوقعه ممكن تيجي في الامتحان، ونكون افدناكم بمشيئه الله. السؤال التاسع بيقول لي the museum نقط by thousands
of tourists every day. نركز على باي دي، نعمل عليها دايرة بسرعة. ولو انت الفيديو سريع شوية عندك وقف الفيديو يا سيدي وركز معايا. باي يعني الجملة دي باسف محولة للمجهول. طيب انا عندي ازمنة كتيرة، اعمل ايه؟ ما انا عندي every day ها مضارع بسيط، يبقى اجيب المجهول بتاع المضارع البسيط. ام از وار زائد البي بي، يبقى الميوزيوم هياخد از وفيزيتد، يبقى نمبر سي الاجابة الصحيحة. 10 The students usually stay in ايوس، حافظينها ايوس هوستل من غير ما اكمل. ايوس هوستل اللي هو مركز او نزل للشباب. when they visit the city. 11 salt الملح is often used to عادة او غالبا ما يستخدم لبقى الفيش and other food preserve يحفظ. الملح بنستخدمه في حفظ الاسماك والاطعمة الاخرى، يبقى preserve نمبر بي. The teacher asked us to write. المدرس طلب مننا ان احنا نكتب. هنكتب ايه؟ نقط of our visit the museum، يبقى descriptions وصف لزيارتنا للمتحف. descriptions نمبر دي. I gave نقط the message. خلي بالكم اللي gave ده فعل متعدي، وطالما هيجي بعديه ضمير مفعول عاقل يبقى مش عايزين اي حروف جر. لو خدت بالك هنا عندك for وادي to وادي here's نمبر دي، لا هي الاجابه الافضل my sister، يبقى I gave my sister the message. 14 there is a lot of traffic today. النهارده في زحمه مرور، في زحمه في المرور. ونقط بي ليت، في زحمه في المرور. طب هل مؤكد ان انا ممكن نتاخر ولا مش مؤكد؟ لا طبعا مش مؤكد، احتمال نتاخر احتمال لا، يبقى نختار الاجابه الصحيحه might. The masses homework was very difficult. واجب الرياضيات كان صعب جدا. where you نقط do it، خلي بالكم طالما حط السؤال وبدأوا بوير يبقى مش ينفع مع اي افعال ناقصة، لا كود ولا كان هينفع. يبقى انا عايز able to، ما انا عندي نمبر سي able مش هتنفع لان ناقصة 2، يبقى able to نمبر بي الاجابة الصحيحة. where you able to do it. نمبر 16 رقم 16 it is نقط to take your passport. هو طب حتى من سياق الكلام من الضروري ان انت تاخد الباسبور بتاعك، يبقى انا عايز كلمه الضروري هنا في الاربعه دول essential. من الضروري ان انت to take your passport when you go to another country. رقم 17 علا. ملا علا is always نقط she will do very well in her exams. طيب شوف بقى الاختيار بتاع علا ده في رقم 17. في رقم 17 بيقول ايه؟ علا is always، علا دائما ما بتكون ايه بقى؟ she will do very well in her exams، يبقى hard working هي بتعمل ومكافحة وبتعمل بجد، عشان كده سوف تبلي بلاء حسنا في امتحاناتها. طيب رقم 18 there are 8 نقط that ايه؟ that go around the sun. ايه الثمانية اللي بيدوروا حول الشمس؟ بلانيتس. رقم سي. وهو خلي بالك اوعى تخطأ بين بلانيتس وبلانتس. بلانتس اللي هي النباتات رقم ايه؟ لا احنا مش عايزين، احنا عايزين رقم سي بلانيتس. طب رقم 19 يو speak English when you were 6. طب جاب لي فعل ماضي بعد when you were 6 وبيتكلم عن القدرة ان انت بتتكلم انجليزي وانت عمرك 6 سنوات، يبقى كود. ابدأ السؤال بكود. Could you speak English when you were 6؟ 20 إيمان sent نقط an email. sent عايزة ضمير مفعول بعدها وعاقل، يبقى مش هختار غير مين؟ ما لا تنفع for me ولا mine ولا to me، يبقى me. يبقى هنا إيمان sent me إيه بقى؟ an email. 21 wear فعل أمر. wear a coat ارتدي معطفك أو البلطو بتاعك. it نقط rain today انها ممطر النهارده، يبقى برضو مفيش حاجه مؤكده، يبقى might ربما. use 22 use نقط cleaner to clean the kitchen floor. اظن دي طبعا vacuum معروفه اللي هي المكنسه الكهربائيه، vacuum cleaner خلاص to clean the kitchen floor. 23 I would like to نقط you to my house this Saturday. التركيبة دي واضحة والطالب التالتة اعدادي عارفينها كويس. I would like to invite you أدعوك. 24 that man has a very loud
نقط I can hear him from across the road. على فكرة الجملة التانية بعد النقط هي حل وريحت الجملة كلها. لما أنا بقدر أسمعه من الشارع أو عبر الطريق يبقى هنا loud إيه؟ a very loud voice اللي هي رقم a very loud voice. 25 في رقم 25 بيقول لي نقط blind means that you cannot see. طيب المفروض أن أختار being blind means أختار لها being كونك إن أنت بتكون كفيف إن أنت ما بتقدرش تشوف. 26 my neighbor جاري is a teacher sometimes helps me with my English. الريلاتيف بروناونز ضمائر الوصف هنا حبايبي يبقى على طول العاقل نيبور والتيتشر يبقى على طول اختار له هو. اختار له ايه؟ اختار له هو. طيب 27 what did you نقط do before you came to school this morning يبقى على طول شوف تركيب السؤال WH وفعل المساعد did ويو عايز فعل في حالة الانفينيتيف في المصدر يبقى على طول هنختار have to. الإجابة الصحيحة رقم B. رقم 28 آخر سؤال عندي في الفيديو who is your نقط in the tennis competition من المنافس أو الخصم opponent اللي هو الخصم أو المنافس opponent اللي هي رقم دي اللي هي رقم A دي. أتمنى من الله عز وجل أن نكون أفدت حضراتكم أبناء الطلبة والطالبات وأتمنى لكم التوفيق والنجاح الباهر وحصول على أعلى الدرجات إن شاء الله. وعايزين تشجيعكم بالتفاعل في الكومنت لو أنتوا عايزين الجزء الثاني ننزل لغاية ما نكمل 60 سؤال إن شاء الله مش هيطلع منهم الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.